السلام عليكم. احنا النهارده في وادي نطرون بنصور 3 فدادين تقنين مفتوح لها ملف في مجلس المدينة. أرض فاضية، مبنى الأبيض ده فيها أرض فيها الشبكة الرئيسية والشبكة الفرعية، فيها كهرباء وفيها مية. دي الزراعات اللي جنبيها، ده الجار. أرض لو حابب تزرع غمر مناسبة، عاوز تزرع غمر مفيش أي مشاكل. عاوز نقطات ماشي، عاوز غمر ماشي. فدان بيتكلم في 220,000. فدان الواحد بيتكلم في 220,000. المبنى الأبيض القديم ده فيها لو حاب عاوز فدان، عاوز 2 مفيش أي مشاكل. عاوز فدان ونص على مقدرتك. فدان للدولة عليه 100,000. فدان عليه 100,000 للدولة. يبقى صاحب الأرض عاوز 220,000 في الفدان. أراضي الملك هنا الفدان بيبدأ من 400,000. انت هنا في وادي نطرون، بينك وبين الطريق الفرعي الأسفلت حوالي 200 متر أو 300 متر بالكتير. طبعا الأرض فاضية مفيهاش حاجة نصور. هو السكن اهو زي ما انتم شايفين، وده الجار اللي جنبك، ودي الأرض. الأرض كانت 4 فدادين، انباع منهم فدان اللي مزروع ده، فاضل 3 فدادين. عاوز تاخد فدان، فدان ونص، أقل حاجة فدان، مفيش أي مشاكل. وللدولة 100,000 للفدان. فدان الواحد عليه 100,000. المكان هنا جنب البيوت المقدسة في وادي نطرون. موقع ممتاز، جميع الخدمات جنبك. في ناس هي جنبك عاملة طاقة شمسية وزرعة، وناس ساكنة بأسرها. هنا الخدمات كلها جنبك، مفيش حاجة محتاجها. يعني لو معكش مواصلة ومعكش عربية، بتطلع 300 متر بالظبط أو 200 متر، بتجيب حاجتك كلها وتيجي. الأرض مستصلحة مفيهاش أي حاجة. العمود ده في جنب الأرض مش هيعمل أي مشاكل. ناس كتير بتقول ده على التيار العالي هيعمل مشاكل، ده في آخر الأرض على جنب، يعني مش هيعمل أي حاجة. وأرض الموقع بتاعها موقع ممتاز جدا. عندنا مساحات هنا تلاتات المكان، 3 فدان 3 فدان، وأسعار زي ما أنت عاوز. أقل حاجة هنا الأسعار التقنين، الفدان الواحد ب200 قصدي و20,000. الفدان الواحد أقل أسعار 220,000. ويرب يوفق البايع والشاري. وأي تفاصيل أي حاجة الأرقام عندكم، كلمونا في أي وقت. شكرا.